توقعت مصادر مهنية أن تعرف الأيام القادمة تراجعًا ملحوظًا في أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أسواق المملكة بعد القفزة غير المسبوقة التي شهدتها خلال الأسبوعين الماضيين، والتي جعلت سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر يتخطى حاجز 100 درهم في سابقة من نوعها. وبنى المهنيون توقعاتهم على الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة في الأيام الماضية، والتي أثمرت توقيع اتفاقيات استيراد قطعان من الأبقار المعدة للذبح من دول أمريكا اللاتينية بعد إعفائها من رسوم الاستيراد ومن شرط الوزن، حيث تتجه حاليا أعداد وفيرة من الحيوانات الحية نحو المملكة، الشيء الذي سيرفع من وفرة المنتوج. ومن شأن وصول الأبقار المستوردة أن يؤثر إيجاباً وبشكل فوري على أسعار اللحوم في الأسواق، والتي يجب أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري.